تقليل مساحة أو حجم ملف الأوتوكاد، وحذف العناصر الغير مستخدمة، ومعالجة الأخطاء. ده من خلال الثلاث أوامر دول. الأمر بيرج بيحذف أي عنصر مش مستخدم، هنضغط على بيرج أو نكتب الكوماند بيرج. ممكن أحدد له بس اللايرز، يعني اللايرز اللي مش مستخدمة بس اللي يحذفها. ممكن أحدد له البلوكس بس مثلا، وممكن أحدد له الكل بالشكل ده، وبختار بيرج تشيكد ايتمز، وبختار بيرج اول تشيكد ايتمز. الكوماند التاني اللي هو اوفر كيل. لو انا راسم خطوط فوق بعضها زي كده، ودي بتحصل كتير معانا، فبنحذف الخطوط الزيادة دي من خلال الكوماند اوفر كيل. بحدد الشكل كله وبكتب الكوماند اوفر كيل، وبعلم على الاختيارات دي وبضغط على اوكي. الكوماند الثالث اللي هو اوديت، وده بيعالج الاخطاء اللي في ملف الاوتوكاد. بكتب الكوماند اوديت وبكتب يس بس كده. ساعات ملف الاوتوكاد بيبقى فيه اخطاء، كل ما بشغله بيجيب لي رسائل خطأ وحاجات من دي يعني، فالكوماند ده بيعالج لي الاخطاء دي. شير الفيديو وما تسيبش المعلومة تقف عندك، وشاركني الثواب. دعمك ليا بلايك وسبسكرايب بيساعدني على الاستمرار. لو ليك اي كومنت سيبهولي في التعليقات تحت. اي ملحقات بستخدمها في الفيديو بسيبها لك في صندوق الوصف.